لا، ما هو انا مش عايز دوري خلاص، انا ولا عايز دوري ولا عايز دوري الابطال، انا عايز اروح العب كاس العالم للانديه ويبقى شكلي حلو. ما تفضحش قدام العالم، ما تفضحش قدام الناس كلها. خلي الفضيحه على الضيق في مصر في افريقيا. خليها تبقى كده يعني. ان انا اروح كاس العالم بالاداء ده وباللعيبه دي وبالمدرب ده، يبقى انا هيتعمل مني جزامه، هيدوسوا على وشي. ما اروحش كاس العالم احسن. مفيش حاجه بقى فكك من اللي يقول لك اصل ما ينفعش المدير الفني يمشي دلوقتي وما ينفعش واحنا عندنا ماتش مصيري مع صن داونز. لا يا باشا، مع صن داونز ايه ده كده مش هيمشي من الاهلي الا بفضيحه من صن داونز. يعني مش كل لما نلعب صن داونز بقى نفضل 5 في 5 وايه، وانا محمد رمضان هفضل بقى 5 علينا ميلي. لا يا عم، ربنا يستر وتبقى الماتش اللي جاي مع صن داونز ده 5 بس، والله العظيم يبقى 5 بس. لكن بالاداء ده وبالشكل ده وبالمنظر ده انا هشيل 7 8. والمشكله ان انا عندي لعيبه كويسه، يعني ان انا عندي لعيبه كويسه. انا ماتش بيراميدز ده التشكيل اللي تمنيته اتلعب بيه، يعني اللي تمنيته بقى اذا كان الشناوي ولا يحيى ولا هاني ولا داري ولا رامي ولا مروان ولا امام واكرم توفيق، وقدامه تمنيت اشرف بن شرقي وتمنيت الشحات ووسام. بس فين المدرب؟ فين فكر المدرب؟ فين فكر سامي قمصان؟ يعني سامي قمصان قاعد بيعمل ايه يعني؟ هو قاعد بيعمل ايه بجد؟ مش شايف اداء اللعيبه في الملعب؟ مش فاهم في ايه بجد يعني. محمد شوقي انت قاعد بتعمل ايه؟ انت كنت قعدت فتره كبيره بقى مع كارلوس كيروش، واكيد يعني دماغك كبرت، يعني مش كبرت ان انت تعرفش تلعب تيشيرت، لا كبرت ان انت في الكوره بقى خلاص، ان انت بقى تعرف تدرب، ان انت مدرب. انت سيبك من حته ان انت مدير كوره وسيبك من الكلام ده خالص. انت راجل لعيب كوره في الاول وفي الاخر. انت لعبت نادي اهلي، لعبت منتخب مصر، لعبت قدام البرازيل، فانت اكيد احسن مني. انا اخر كنت بلعب عندنا في الشارع ولعبت في ملعب خماسي فمش معقول انا بفهم والناس دي ما بتفهمش. لجنه السكاوتنج ديت ما بيتكلموش مع الكولر، بيشوفوه مثلا ما بيلعبش لعيبه. هو ايه اللي بينه وبين قفشه؟ في ايه بينك وبين قفشه يا عم كولر؟ في ايه بينك؟ هو انت طلبت امه للجواز وهو رفض؟ في ايه بينك وبين قفشه؟ هتدمر قفشه نفسيا زي ما دمرت كهربا وزي ما دمرت عبد القادر ده، لحد ديانج ما سلمش منك. ديانج ما سلمش من كولر. طب هنصبر لايه تاني؟ ماتش باللاعب بيراميدز من غير فخري لقايده ولا اسمه بلاتي توريه، ومن غير ابراهيم عادل، ومن غير رمضان صبحي، ومطرود منهم مهند لاشين، والحكم على الله. يعني احنا معانا كان حكم على الله، تغاضى عن طرد الاشرف داري وتغاضى عن ضربه جزاء على اشرف داري. خلاص بقى يا عم كولر، داري انت بقى علينا شويه، يعني داري بمكسب يا عم. مكسب اقول كسبت بالتحكيم، ادينا اهو جالنا تحكيم اجنبي، كسبنا ما كسبناش. طب ما كنا نلعب الزمالك بقى بتحكيم مصري ونكسب بقى ونتعادل او نتنيل. ده سابع ماتش في الموسم تعادل، وبنتريق على بيسيرو اللي هو جاي عمال تعادل في تعادل في تعادل الزمالك. في ايه؟ في ايه مش عارف. ما عندنا لعيبه، عندنا لا يعني عارف، لو ما عنديش لعيبه هقول ماشي خلاص، خلاص انا ما عنديش لعيبه هعمل ايه؟ لكن انا عندي سكواد كويس وسكواد قوي. يعني في الحته اللي قدام وسام وجراديشار واشرف بن شرقي وحسين الشحات وعندي طاهر، وعندي تحتيهم امام عاشور وقفشه لا ده انا عندي عتاوله، انا عندي عتاوله. المدير الفني ده هيدمر الدنيا. سيبك يا عم، مش عايزين يا عم افريقيا، مش عايزين الدوري، خلاص الفرق لسه زي ما احنا 4 بونت، والله اعلم هيتخصم 3 بونت ولا مش هيتخصم في اخر الموسم. بس لا بقى، لا بقى، كتير كده اللي بيحصل فينا والله العظيم كتير. صابرين عليه ليه يعني؟ صابرين ليه على كولر؟ ايه المشكله اللي تخليك تصبر عليه؟ خلاص دوري وبيروح، كاس مصر وما لعبتوش، كاس رابطه وخرجنا، كاس سوبر افريقيا وما خدناهوش، انتر كونتيننتال وخرجنا بماتش اعوذ بالله من ماتش باتشوكا ده اللي ما بحلم بيه لحد دلوقتي. ومستنيين ايه تاني؟ انا مش فاهم. عندنا بدل اللاعب 2 و3 في كل مركز. في ايه؟ في ايه؟ خدنا بقى زيزو وخدنا امام طب نجيب جوزيه جوميز. جوزيه جوميز هو الحل والله. لو دورت على اي حل تاني ايه اللي غير، مش هتلاقي غير جوزيه جوميز. جوزيه جوميز راجل فاهم اداء الاهلي وحافظ نقاط القوه ونقاط الضعف في النادي الاهلي وحافظ كل حاجه عن النادي الاهلي. حافظ لاعب حافظ لاعب.
يجي يا عم يكمل معانا ماتش سان داونز وعارف افريقيا وعارف ماتشات افريقيا، يلعب معانا ماتش سان داونز. اهو جوزيه جوميز دلوقتي بقى من احسن المدربين في السعوديه، او ما كانش احسنهم تقريبا يعني. طب احنا مستنيين ايه؟ مستنيين كارثه؟ هو لازم كارثه تحصل قبل التغيير؟ ما ينفعش نغير من غير كارثه، لازم كارثه تحصل. لكن نعدي ونكسب ونشوف الفرقه عايزه ايه مثلا من قبل ما تحصل الكارثه؟ لا، مش هيحصل اي تغيير اصلي. ما ينفعش يا عم، والله العظيم ماتش سان داونز ده هتبقى فضيحه بجلاجل، هتبقى فضيحه من المصاجات. صاجات كده، هتلاقي صاجات فرقه جايه من في مطار القاهره بصاجات، ماسكه صاجات. هنروح امريكا بالاداء ده مع كولر، انسى اي حاجه. السلام عليكم.